اللي انتوا عملتوه ده يا مصريين، جبتوا رقم الحكم وقعدتوا تزاولوه وتبعتوا له على الواتساب لدرجه ان الحكم قفل الواتساب بتاعه وقفل حسابه على انستجرام والصفحه بتاعت الفيفا. كل البوستات اللي عليها المصريين داخلين عاملين حمله وعمالين يعملوا اغضبه. شايف كل اللي احنا بنعمله ده وخروجنا من البطوله؟ انا اول مره احس ان انا خارج من البطوله وانا مبسوط. انا اللي قاهرني مش ان احنا خسرنا، اللي يقهر الانسان هو الظلم. وعايز اقول كلمتين للشباب الصغير اللي بيتابعني. انت ممكن تختلف مع اخوك او صاحبك او زميلك في المدرسه او في الدرس لمجرد ان هو بيحب ميسي، عادي، هو حر يحب ميسي براحته، بس اهم حاجه انك ما تتخانقش مع اخوك. عارف اللي انت فيه ده مفرحني انا، انك تبقى متضايق ان هو بيشجع ميسي، ده دليل على ان احنا كمصريين الحزن بتاعنا ده عشان بنحب بلدنا. حته الانتماء دي حصلت فجاه كده مجرد ان احنا خسرنا ماتش كوره. وخد بالك الماتش ده عمره ما كان رياضي، ده ماتش سياسي بامتياز. عشان اللي بقول الكلام ده العالم كله حاليا بيدافع عنا، فلما تلاقي العالم كله واقف في صفك والمصريين نفسهم يطلعوا غضبهم بالشكل دوت ويأثروا. بقول لك انت قصرت في صفحه الفيفا نفسها، انت مدرك الصفحه كل البوستات اللي عليها اغضبني بسبب المصريين. انا عاجبني الحميه بتاعتكم، انا مبسوط. دايما الحزن او الغضب اللي بيجي فجاه عندنا دوت بينمي الوعي اكتر وبينمي الروح والانتماء عندنا كمصريين، يخلينا نحب بلدنا، نحب ان بلدنا تكبر وتبقى كويسه، تبقى رقم واحد في العالم. ربنا يحفظنا جميعا.